بصوا بقى الحلويات دي والجمال ده، الجمال عدى الكلام. بصوا بصوا الشوكولاته من تحت، كيكه بالشوكولاته. بصوا بصوا هشه وطريه وجميله، وايه بمقادير سهله. بربع كوبايه زيت، ربع كوبايه سكر، وكوبايه دقيق، عملنا 12 كب كيك. شوفي انت بره بتشتريها بكام، مش ضامنه الحاجات اللي بتستخدميها. لو عايزه تعرفي الحلويات دي عملناها ازاي، كملي معايا الفيديو، ما تنسينيش في اللايك. بصوا المكونات بقى: بيضتين، حطيت بيضتين هنا مع السكر مع رشه الفانيليا، مع ربع كوبايه زيت، كوبايه زبادي، 3 معالق لبن، كوبايه دقيق. يبقى المقادير هنقولها تاني وهنزلها لكم في صندوق الوصف. بيضتين، ربع كوبايه زيت، رشه فانيليا، كوبايه زبادي، 3 معالق لبن، وكوبايه دقيق، وهنحتاج معلقتين كاكاو خام وشوكولاته، شوكولاته اللي هي السايحه، ورشه ملح. هنضرب البيض مع السكر لحد ما السكر يدوب خالص. هنزل بربع كوبايه الزيت وهضرب تاني. نسيت اقول لكم في بيكنج باودر. هنزل بكوبايه الزبادي. كل ما ننزل حاجه نقلب. هننزل ب3 معالق لبن. هنركن بقى ده على جنب. دي هنا هنزل عليه بيكنج باودر وسنه الملح واقلب كويس. وهنزل بقى المواد الجافه مع المواد السائله اهو. هنقلب بقى كويس اهو. بصوا ده القوام اللي انا ايه عايزاه اهو. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه اهو. بس هنجيب بقى صينيه الكب كيك بتاعتنا. في الوقت ده هنبقى فاتحين الفرن على درجه متوسطه على 180 اهو. اروح عامله كده هسيب حوالي معلقتين من الخليط ده عشان هنعمل ايه، هتشوف هنعمل ايه اهو. انا سبت بقى زي ما قلت لكم معلقتين، هحط عليهم معلقتين كاكاو اهو. كاكاو خام مر مش محلى بالسكر. وطبعا عشان اخففهم هنزل عليهم بمعلقتين لبن، الواحده 2 بس كده. هشوف لو عايز يتخفف تاني هخففه كده. هيعوز يتخفف معلقه لبن تاني، يبقى هيحتاج. طبعا انتوا ايه كل حاجه بالنظر كده هتشوفوا محتاج ولا مش محتاج. والفرن احنا مسخنينه كده بقى خفيف. هعمل ايه، هزوده بس معلقه دقيق. انا تعمدت احط لبن زياده عشان نشوف لو خف مني اعمل ايه. معلقه دقيق بس كده اهو اهو كده. ونقلب. بصوا بدا ايه يرجع لنفس القوام بتاعت ايه الكيكه العاديه اللي احنا صبيناها هنا. عايزه تخففي الكاكاو براحتك، عايزه تقليه براحتك زي ما ولادك بيحبوا اهو. بصوا كده ولا خفيف ولا تقيل زي الفل كده. الكوبايه المعياريه بتاعتي اهو كده. متملهاش قوي برضو عشان ايه لسه هتكتر. بصوا بقى الحركه دي هنجيب معلقه نعمل كده بس عشان تبقى ايه مربي اهي كده اهو. بصوا معلقه بقى بخله اهو. شوكولاته اهي اللي قبل الدهن اهي. حط حته هنا دي براحتك، عايزه تحطي حطي، مش عايزه بس ايه زي ما انت شفتي كده اهي. اي نوع بتحبيه حطي في النص كده. فرن سخن هحطها على الفرن. ادي كب كيك اهو خلص. واحنا بنحضره ولعت الفرن وسخنته على 180. هدخله اهو في الفرن ولما يطلع هوريه لكم. الكيكه بتاعتنا كده طلعت من الفرن. بصوا جمالها وحلاوتها، بصوا جمالها. تعالوا نفتح واحده ونشوفها. بسم الله. بصوا بصوا الحلاوه. تعالوا بصوا الشوكولاته اهي. الشوكولاته اللي احنا كنا حاطينها من فوق بصوا جميله.
وايه طريه جميله جدا. عملناها بايه؟ مفيش كوبايه دقيق وبيضتين وحبه زيت، عملنا الجمال ده. هنزوقها تبع ما انت عايزه، ممكن تزوقيها كده اهي بس كده اهو، وممكن تسيبيها زي ما انت عايزه تسيبيها ساده، عايزه تزوقيها اهي زي ما انت عايزه، بربع كوبايه زيت وبيضتين وكوبايه دقيق وربع كوبايه سكر عملنا الحلويات دي. ايه رايكم؟ اهي هتفرحي عيالك والطعم تحفه ما اقولكوش عليه. ربع كوبايه زيت وكوبايه دقيق وربع كوبايه سكر وحبه لبن صغيرين، عملنا 12 كب كيك. دوب بقى من بره لا هتجيبيه بكام وزوقيه زي ما انت عايزه. انا زوقته، كان عندي حبه كريم شانتيه زوقته، وعندي فروته مسكره حطيت عليها شوكولاته شيبسي اللي انت عايزاه. زوقيه لعيالك وفرحيهم. وايه حاجه سهله جدا 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 وباقل التكاليف عندنا في البيت نقدر نعملها. قومي اعمليه، ما تنسينيش في اللايك والشير.